التهاب المفاصل عند الأطفال مهم جدا دكتور الروماتيزم هو اللي يحدده. ليه؟ لأن في كذا تشخيص وكذا طفل جالي الفترة دي بتشخيصات خاطئة. النهاردة هكلمكم على التهاب المفاصل في الأطفال. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. أولا، مش أي وجع يبقى التهاب في المفاصل، يعني لازم المفصل يكون بيورم، وانت كأب أو أم لاحظت إنه بيورم والطفل بيعرج طول اليوم، مش بس بيصحى بالليل يعيط ويقول أي 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 ويعرج وبعد تاني يوم الصبح يبقى كويس. والحاجة الثالثة إن يكون في سخونية موجودة في المفصل وتحديد في حركة المفصل، ده ساعتها التهاب مفاصل. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لو قال اي ورحت عملت تحليل الميكروب السبحي وطلع عالي والدكتور قال لي ياخد بنسلين ما تديلوش، ما تديلوش خلاص، لما تروح لدكتور روماتيزم وتعمل اشعه تلفزيونيه على القلب. يعني يا دكتور لو عمل تحليل الاميلويد وطلع عالي وقال ده حمى كده البحر الابيض المتوسط، برضه ما تروحش غير لدكتور روماتيزم عشان ياكد التشخيص من عدمه. وتروح لدكتور روماتيزم لو حتى الدكتور قال ان ده التهاب مفاصل، وتروح لدكتور روماتيزم لو قال ده نقص فيتامين د. كل الحاجات دي ليه؟ لان التشخيصات دي اقدر واحد على تشخيص سبب الالم هو دكتور الروماتيزم، واذا احتاج ان ياخد خبره دكتور عظام اطفال هيبعتك لعظام اطفال. انما الحقيقه كتير قوي من التشخيصات اللي جات لي الفتره دي سواء حمى روماتيزميه او حمى البحر الابيض المتوسط او الام نمو، لما بنعيد التشخيص بيبقى التشخيص حاجه مختلفه خالص، وخصوصا ان الروماتويد الاطفال ممكن يحصل من سنتين. عشان كده دكتور الروماتيزم مهم جدا في تحديد تشخيص سبب آلام الأطفال، واللي غالبا بيبقى آلام نمو، بتبقى حاجات حميدة. ودمتم